في ظل الوضع المشتعل في الشرق الأوسط، تزداد الأنباء المتضاربة حول مصير زعيم حزب الله، السيد حسن نصر الله، بعد الضربة التي شنتها إسرائيل على مقر القيادة المركزية للحزب في بيروت. في الوقت الذي تعلن فيه مصادر مطلعة في المخابرات الإسرائيلية أن مصير نصر الله ما زال مجهولاً، يؤكد خبير في المخابرات المركزية الأمريكية أن فرص نجاته قليلة جداً في حال كان متواجداً في المبنى وقت الضربة. من جهة أخرى، أصدرت وكالة تسنيم الإيرانية بياناً تؤكد فيه أن نصر الله بمكان آمن، لكنها تراجعت لاحقاً وأعلنت أنها ليست لديها معلومات مؤكدة بشأن مكانه. هذه الأزمة تلقي بظلالها الثقيلة على المنطقة، وخاصة على لبنان الذي قد يتغير مستقبله بناء على مصير نصر الله. بالنسبة لأنصاره، يعتبر نصر الله رمزاً للمقاومة والصمود، وفقدانه قد يشكل ضربة كبيرة لا تقتصر على المستوى العسكري بل تتجاوز إلى الأبعاد النفسية والسياسية. في المقابل، ترى إسرائيل في هذا الهجوم خطوة ضرورية لتقويض القوة المتزايدة لحزب الله الذي يشكل تهديداً مباشراً لها. في الساعات والدقائق القادمة، ستكون الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه التحقيقات والمعلومات الجديدة. وإذا تأكد نبأ مقتل نصر الله، فإن الدوامات السياسية والميدانية ستشتعل بشكل غير مسبوق. ليس في لبنان وحده بل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث سيتسابق الجميع لمعرفة تداعيات هذه الحادثة وكيف ستؤثر على التوازنات الإقليمية وعلى العلاقات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك تساؤلات حول رد فعل حزب الله نفسه. هل سينتقم بعمليات ضخمة ضد إسرائيل؟ أم سيحاول ترتيب بيته الداخلي أولاً قبل الإقدام على أي خطوات تصعيدية؟ بنظر البعض، قد تكون هذه اللحظة هي الفاصلة لتحديد مستقبل الحزب وحتى مستقبل لبنان بأسره. في النهاية، تبقى هذه اللحظة مليئة بالغموض والتوتر، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر لمعرفة الحقيقة وما ستكشف عنه الساعات القادمة. وربما قد تشهد المنطقة تحولات جوهرية بناء على مصير رجل واحد، وهو السيد حسن نصر الله.